خلونا نكون صريحين مع بعض، انا حاليا اكتر واحد تعيس على وجه الارض. عندي امتحانات يا جماعه الخير من اول ما اتولدت وانا بتعلم. مش صعبان عليا غير الشخص اللي فضل طول حياته بينام بدري عشان عنده مدرسه الصبح، ولما كبر بينام برضه بدري عشان عنده مدرسه الصبح. عارف ليه؟ لانه بقى مدرس. هنتفرج النهارده على ميمز تغير المود شوي، واتمنى انه يتغير للاحسن. لو حابب تشارك في الميمز المره الجايه هتلاقي رابط الانستجرام تحت في الديسكربشن. اعمل لي فولو، واي حاجه تلاقيها بتضحك وانت بتقلب ابعتها، ويا ريت وانت نازل تدور على الانستجرام تعمل لايك واشتراك. انا اعمل اي حاجه يا جماعه، اي حاجه. طب على الطلاق انا باكل فينو. تعمل اي حاجه عشان بتاكل فينا؟ امال لو اكلت توست هتعمل فينا ايه؟ وفي لانشون وجبنه، ممكن اكل كمان لانشون وجبنه والقران. الصادق من غير ما تحلف. اخواتنا اللي من الدول العربيه، اختكم من مصر بتقول لكم معلش نستحمل لحد ما القيامه تقوم ونرتاح كلنا مره واحده. هو الفينو ممنوعات؟ بشرب لبن كامل الدسم، انا مش سهل برضه. يا احمد طلع خطير. يقول لك ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو، شاف القطه قال لها بسبس، قالت له نو نو. هي القطه ما بتقولش نو نو، مو. يعني انا من اول ما اتولدت حافظ الاغنيه غلط؟ طب ايه الحيوان اللي بيقول نو نو؟ شباب بالله عليكم اللي بيدرس احياء يسال المدرس بتاعه ايه الحيوان اللي بيقول نو نو. ده خطا تاريخي في الاغنيه. يا نهار ابيض، تصدق ما خدتش بالي. لا يبقى باخد عشان إيه دول اطفال العظمة ونازل دي؟ نعلمهم صح. ايه العظمه دي؟ لا والمذيعه اسطوره، المذيعه دي انا محتاجها في حياتي. شات جي بي تي يتعلم منها التطبيل. هذا الفيديو للناس اللي ما بتآمن في وجود الجن والعفاريت والعياذ بالله. طيب ايش هذا؟ اشرحوا لي يعني ما اعوذ بالله، ايش الصوت هذا؟ الجني ده لو طلع لك من مصباح علاء الدين انت اللي هتحقق له امنيات. ايه ده؟ عفريت انت ولا ثدييات ولا ايه؟ وانا بشجع اصحابي في الامتحان عشان يحلوا ويغششوني. الرجاله عاش الرجاله. وفي الاخر يطلعوا ومحدش يغششني، وفي الاخر الامتحان يطلع نماذج. ياسين بيقول انا دحيح واصحابي كلهم بيعملوا كده، وبقعد ازل فيهم. ياسين انت اكيد لابس نظاره صح؟ وبتقعد تنزل ستوريز تقول ما ذاكرتش حاجه ومفيش وقت، وفي الاخر بتطلع التاني على المدرسه. عاملين ازعاج حتى للحيوانات. الكلب عمال يحاول ينام ويتجاهل الموضوع بس ما قدرش يستحمل النشاز ده. واضح من الفيديو ان هم مش اول مره يتقابلوا. الراجل بيدور عليه في الشباك، طلع له من الشباك التاني، والقرد طماع مش عايز ياخد حته، لا بياخد السندوتش كله. بس الراجل ضحكني وهو بياكل بسرعه قبل ما القرد ياخد منه السندوتش. لما تروح للشيخ عشان يفك السحر اللي مبوظ حياتك فيقول لك مفيش سحر معمول لك، هي دي حياتك. لما الاهتمام يجي لك من الشخص الغلط، ضحك عشان يديها الامان، وبعد كده رحت مكتب الوكيل وماسك الضحك وجه الوكيل. انا مع الماده اللي قلت عليها سهله وهتتلم في ساعتين. ربنا فيا، اتقي ربنا فيا، اتقي ربنا فيا، اتقي ربنا فيا بقى. اتعجني بقى، اتعجني. بصراحه الفيديو مضحك بس انا مش هضحك لان ده بيحصل معايا حاليا. على فكرة هو ممكن المية تتاكل، بس ازاي؟ لو انت مثلا لو جمدنا المية في الفريزر وبقت تلج وتقعد تقرقش التلج. طب تعرفوا ازاي نشرب التلج؟ ممكن نجيب تلج ونسيحه ونشربه. انا اثبت لكم النهارده نظرية اينشتاين ذات نفسه ما يعرفهاش. الحمد لله انه مات قبل ما يعرف وقبل ما يشوفك اصلا، عشان لو كان عايش كان هيموت ناقص عمر. كان زمان لحد دلوقتي ما اكتشفناش التفاح. الواد اللي جنبي في اللجنه بعد ما لقاني كل ما يحل سؤال اخده منه. ما تعملش حاجه خالص في الدنيا، ما تعملش خالص حاجه في الدنيا خالص. حجمك ما تعملش حاجه خالص في الدنيا خالص. يا اخي افتكر معايا، يا اخي افتكر معايا. فيديو جميل ومضحك وكل حاجه، بس مع احترامي الشديد برضه مش هضحك. يا خلاص فكونا من الدراسه. وانتوا بتسرب لكم اخباري؟ طيب بتتسرب لكم الحاجات اللي انا بعملها في الامتحان؟ لما تروح لشات جي بي تي يكتب لك حاجه فيديك كلام كبير محدش هيصدق ان انت اللي كاتب. انا عايزك تشعبوا لي العمليه شويه يعني. بصراحه انا بشوف شات جي بي تي ده غبي جدا، ما عندوش شخصيه. لو ضغطت عليه شويه بيغير رايه عادي. لو قلت له ممكن اصوم 20 يوم في رمضان يقول لك لا حرام، ممكن تصوم 25 يوم كحد اقصى. اكبر منافق في الحياه، ولا بينفع في حل امتحانات، ولا بينفع في غش، ولا بينفع انك تفضفض له، ولا ينفع في اي حاجه. انت هو ينتظرك تدخل عليه من الاعدادات عشان يشتغل، لان ما هي حلوه يشتغل بدون ما تروح له. صح. الحمد لله الموضوع ما طلعش بيحصل معايا انا بس. اكيد في حد مخليه اذن غصب عنه. تروح تلاقي الشيطان واقف في الصف الاول. المسجد الوحيد اللي مستحيل تروح عليك صلاه الفجر فيه. حرفيا انا لو صحيت من النوم ولقيت صوت زي كده انا ممكن افكر يوم القيامه جه. قفلت الغرفه وقررت تتقرب من الله اكثر. افتح الباب. ليه تقفل الباب؟ ليه؟ ما يقفل الباب اللي وراه بلا.
عارف انا اللحظه دي. بعد كده بقى اتعصب وتشيل السجاده وتروح تنام. كنت ابكي وانا اصلي وادعي بكل خشوع. دخل ابوي مدرع، قطعت الصلاه وسويت نفسي القط الاشياء على الارض. لا هديكي حيله احسن من كده، اول ما يدخل حد اسجدي كانك بتصلي عادي. قاعد في تجمع عائلي وحد قال لي الاكونت بتاعك مش بيظهر عندي ليه؟ يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. اوف ازاي مش بيظهر عندي؟ تعرف ان في حد قبل كده قال لي الموضوع ده، بس مش عارف المشكله فين. لما اروح اول ما اروح هشوف الموضوع ده. النت في مصر باختصار. يا دين امي، هو ايه اللي حصل ده حتى العيال ما عملوش اي رد فعل. عارفين لما حد يقول لك انا شفتك في الشارع وانت عملت نفسك ما شفتنيش ولا سلمت عليا ولا اي حاجه؟ ده بيكون انا باختصار. المضارع المستمر. يا حاجه مش هتوصلي، مش هتوصلي والله. واحد كاتب لما توصل هزاك مش معاها فلوس الجيم.